السلام البنات، اليوم جيت نشارك معكم واحد الخبيزه اللي كتجي معمره. تقدروا تعتمدوها في رمضان، كتجي زوينه وهكا توجدوها لوليداتكم وتكون واحد الاختلاف بالنسبه للطبله ديال الفطور. كيف كتشوفوا البنات هنايا، بديت بالبصيله ديالي اللي كنشحرها هو الاولى مع شويه ديال الزيت ولا الزبده اللي بغيتوها البنات. من بعد غادي نزيد عليها الثوم. البنات تقدروا ديروا ثوم بودره ولا ثوم طريه، كتجي حتى هي زوينه، كتعطيها واحد النسمه اللي زوينه. كيف كتعرفوا الثوم راه زوين في الاكل. صافي هنايا كنحاول انني نخلطها مع شويه ديال البصيله وكنطلقها حيت كانت عندي في الكونجيلاتور. هادو البنات بحال هاد الطريقه هادي راه مزيانه، راه تعاونكم حتى هكا في سيدنا رمضان. انا جبت الثومه بزاف البنات وقطعتها ودرتها في واحد البلاستيكه ودرتها في الفريكو هكا باش كتبقى لي وقت ما بغيتها كنجبدها. صافي كيف كتشوفوا عندي هنايا درت شويه ديال الفلفله خضراء وخيزو شديتو حكيتو. تقدروا البنات ديروا اي خضيره عندكم تجي مزيانه، القرعه، الفلفله الوان، يعني هادو اللي كيجيو زويونين وكيعطيو حتى واحد المذاق زوين في بالنسبه للفطيره ديالنا. صافي هنايا كنحاول انني ندوز هذوك الخيزو والبصيله والفلفله في داك في البصيله اللي شحرت باش هكا حتى هما ياخدوا داك التشويحه الاولانيه. وهنايا غادي نزيد الكفته. كيف كتعرفوا البنات تقدروا ديروا لادان، تقدروا ديروا غير طون هكا منين طيب لكم الحشوه ديالكم على حسب كل واحد والجهد ديالو. انا هنايا لقيت عندي الكفته، قلت علاش لا ما نديرها. صافي هنايا غادي نبدا نزيد في العطريه، سكينجبير، البزار، شويه ديال الخرقوم الا بغيتو. انا هنايا ما غاديش نزيدو مليحه. و آه، اسمحوا لي البنات، قلت لكم الخرقوم راه درتو، كنقصد التحميره، بغيتو تزيدو التحميره زيدوها. صافي هنايا كنحاول انني ندخل العطريه في الحشوه باش ضروري كل حاجه تاخد النسيمه ديالتها. ومن بعد غادي نخليهم هكا يطيبوا ونرجع باش نشارك معكم العجينه البنات اللي كتجي زوينه وطريه وتقدروا تعتمدوها في اي حاجه. صافي هنايا من بعد ما طابت لي الحشوه ديالي غادي نزيد معلقه كبيره ديال مطيشه يعني طماطم وشويه ديال الحار. هنايا عندي يجي زوين، بغيتو ديروا فيها حتى الفلفله حاره كتقطعوها كتجي فيها بنينه. كيف كتعرفوا هاد الحشوات هادو ضروري ما كان نبنوهم بشويه ديال الحار باش كتكمل التنسيمه ديالتهم. صافي هنايا غادي نخليها غير واحد شويه ومن بعد غادي نطفي عليها. بالنسبه للعجين البنات هنايا عندي 3 ديال الكؤوس ديال الطحين فورس الجوده اللي مزيانه، وعندي كاس ديال الحليب يكون دافي، وجوج معالق كبار ديال دانون طبيعي. وهنايا عندي نص كاس 4 كاس ديال الزيت، وعندي معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه ومعلقه صغيره ديال السنيده. حنا مبغينا كترش الخميره باش ما تخمليناش بزاف. صافي وشويه ديال الملح. هنايا غادي نبدا نجمع العجين ديالي. ضروري البنات كنديروا داك الطريقه الاولانيه ومن بعد كملت العجينه بيديا باش هكا العجينه ديالي تجمع. كتعرف عارفه انا ضروري كنبغي نخدم بيديا. صافي هنا كنحاول نطلق العجينه ديالي. كيف كتشوفوا راه ضروري ما خاصهاش تجيكم مجموعه، خاصك تجي هكا كتلصق باش تجي فيها داك التفشويشه ديالتها. صافي هنايا غادي نحط العجينه ديالتي تكمل الخميره ديالها وغادي نرجع معاكم. صافي هنايا غطيتها بالسلوفان حتى تخمر ونرجعو باش نكملو الفيديو ديالنا. صافي هنا من بعد ما العجينه ديالي كيف كتشوفوا ضاعف الحجم ديالها، هنايا غادي نخرجها وغادي نقسمها على 2 كرات باش هكا نخدم كل وحده على كل وحده بوحدها. صافي ضروري ما كنحتاجو هنايا شويه ديال الطحين فورس باش كندلكو بها. كيف قلت لكم العجينه راها يعني طريه بزاف بزاف وباقا كتلصق باش هكا ملي كديروا فيها الطحين كتعاونكم مزيان باش هكا تطلق ليكم. ما غاديش تبغي تطلق لكم الا ما درتوش فيها الطحين. صافي هنا كنحاول انني نقرصها واحد شويه ونخرج منها داك الهواء ديالها. وصافي هانتوما معايا كتشوفوا الطريقه.
المهم راه ماشي شي حاجة البنات اللي صعيبة، راه كلشي سهل. وهاد العجينة البنات غير اعتمدوها ماشي بالضروري غير في هاد الطريقة اللي انايا درتها، راه تقدروا ديروها بزاف ديال الحويجات. يعني العجينة ناجحة 100%. وكيعجبوني انا فحال هاد الطريقة ديال هاد العجينة كتعجبني انايا، كتجيني ساهلة وزوينة وكتعاونك بزاف ديال الحوايج. وحتى ملي كطيب البنات كتجي فيها واحد الرطوبيه اللي بنينه وزوينه، يعني ما كتجيش مدقصه، ما كتجيش معجنه، ما كتحسيش انك كتاكلي الخبز، لا كتحسي بان كاين واحد الفرق في العجينه. صافي يعني انا كنبغي نشارك معكم في هاد الحويجات هادو وتستافدوا منهم، كذلك البنيتات اللي حتى هما كيبغيو هكا يعني فحال هاد الوصفات واللي باقيين جداد يستافدوا نستافدوا كاملين. صافي كيف كتشوفوا هنا العجينه ديالتي كنطلقها باش كتبقى ليا ورقه وحده، ما خاصهاش تجي البنات غليظه. صافي هنايا غادي نعاود عاوتاني بنت ليا باقا شويه، غادي نطلق ليها الجنيبات ديالها. وبالنسبه للبنات تقدروا ديروها في مول، تقدروا ديروها في طاوه على حسب، ولكن من الاحسن البنات ديروها في شي مول يكون مجموع باش تعاونكم وما تحلش لكم منين تكون كطيب. ضروري البنات هاد العجينه خاصها تطلق مزيان مزيان باش كيما قلت لكم ما كتجيكمش غليظه ملي كتدخل الفران. هانتوما شوفوا السمك ديالها انايا اللي خليتها به باش هكا منين نعمرها ما تبقى لياش غليظه. صافي واثارا ما فيهاش البنات الخميره بزاف، ما فيهاش زعما الخميره بزاف اللي نقولوا غادي تنفخها، راه فيها غير معلقه صغيره راها كافيه. صافي هنايا غادي نحاول ان نهزها بالدلاك باش نحطها في المول، وغادي نرجع نكمل معكم الخبيزه الثانيه. صافي انا هنا المول ديالي راني دهنه بشويه ديال الزيت، تقدروا كيف ما قلت لكم دهنوه بالزيت ولا بالزبده على حسب اللي متوفر عندكم. هنايا كنحاول انني نطلقها ونهز ليها كجنيبات ديالها باش منين نحط الحشوه ما تضيعش ليا. كنبين معكم كل شيء طبيعي، ما كنمونطي حتى شي حاجه، كنحاول نخلي داكشي كيف ما هو باش كل شيء تشوفوه. راه حتى حاجه البنات ما هو راه يعني الطبخ راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه، غير بنادم يشوف بان راه حتى حاجه ما كتجي سهله. يعني راه كنصايب معكم هكا الحويجات، كنشارك معكم، وفي نفس الوقت يعني راه عندي بيبي يعني باقي صغير، كنحاول انني نجري ما بينه وما بين الحاجه اللي كنبغي اللي هو الطبخ. البنات انا من محبي الكوزينه، كتعجبني وكنبغي كنشارك معكم داكشي اللي كنديرو عن حب. فكنتمنى منكم البنات ما تبخلوش على اختكم من التشجيع ومن لي لايك ومن البارطاج، واي واحد جات عينيه على القناه ديالي ما تنساش انك يعني تضغط على زر الاشتراك باش هكا يوصلك ديما الجديد ديالي. وغادي نكون فرحانه البنات الا شجعتوني، الا خليتولي دي لايك كومونتيرات زوينين هكا كيحفزوني باش انني نبقى معكم ونكمل معكم هاد الهوايه اللي كتعجبني صراحه الله. اللي انا بالنسبه لي المطبخ شي حاجه اللي زوينه وكنلقى فيها راحتي وكنعطي شي حاجه عن حب. يعني انا ما كنشاركش معكم غير وصفات، لا كنعطيها لكم عن حب. يعني انا بالنسبه لي الطبخ شي حاجه اللي زوينه وكنرتاح فيها. فكنتمنى ان الطلب ديالي ما تبخلوش عليا وكيف تنقول لكم ديما فضلا منكم ماشي كنأمركم. ومهم نبقاو في لا فيديو. كيف كتشوفوا انا هنا كملت العجينه ديالي، درت الحشوه اللي عندي هنايا. غادي نزيد الفرماج، اي نوع ديال الفرماج عندكم بغيتوا انكم تستغناو تقدروا تستغناو عليه، ولكن هادو غير اضافات اللي هما كيزيد واحد الحاجه اللي زوينه ملي كتاكلوا بحال هاد الفطائر. صافي هنا غادي نبقى كنوزع الفرماج ديالي ضروري على الجوانب، وهكا كنشوف كل بلاصه ما نديرش في بلاصه وبلاصه لا. ف كيف كتشوفوا هنايا غادي نحاول نوزع بيديا، ومن بعد غادي نطلق العجينه الثانيه باش هكا نغطي بها الحشوه ديالي. كيف كتشوفوا راه حتى حاجه حتى حاجه زعما ما صعيبه، راه خاص غير الخاطر. وكل حاجه ملي كتعطيها الخاطر ديالها راه كتجي زوينه.
كيف تنقول لكم البنات، راه الكوزينه ماشي شي حاجه اللي صعيبه. كتكون الحاجه صعيبه الى الانسان هو ما بغيش يدير واحد الحاجه. اما ملي كتكوني داخله يعني وبغيتي توجدي، بغيتي تعطي شي حاجه زوينه، راه كلشي كيسهل البنات والله. خذوها من عندي، خصوصا البنوتات اللي كيخافوا من الكوزينه. والله العظيم الا قولوا غير بسم الله وكونوا داخلين بواحد الحب، يعني راه كيف كان اي حاجه، ماشي غير الطبخ، ماشي غير كيف تنقولوا هكا، ماشي غير الكوزينه بصفه عامه. اي حاجه بغيتي ديريها ملي كديريها عن حب راه كتصدق وكتجي زوينه وكتعجب حتى الناس اللي انت دايراها ليهم. وحتى في الخاطر ديالك يعني كتكوني كديري داك الحاجه وانتي مرتاحه وكتكوني فرحانه. ما كتحسيش بالعيا، ما كتحسيش بالوقت، ما كتحسي بحتى شي حاجه. بالعكس يعني كتكوني باغيه ومرتاحه، وحتى ديك الحاجه سبحان الله كتجي زوينه وربي كيرزق فيها البركه. صافي هنايا من بعد ما طلقت العجينه ديالي، وكيف كتشوفوا العجينه راه عاطياني الطوع، خفيفه، عاد دايره فحال البونش، زوينه بزاف 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 يعني. هاد العجينه البنات ما تفرطوش فيها، قيدوها عندكم وخليوها عندكم، غادي تحتاجوها ان شاء الله في رمضان ولا من غير رمضان. الواحد كيبغي يبدل هكا شويه من الروتين ديال الماكله. هادي راه كتجي زوينه، راه كتنفع حتى هكا في الغديوه في العشاء، كتغيير كتجي مزيانه. صافي هنا كنحاول نلصق العجينه ديالي مع العجينه الاولانيه اللي درت. صافي وكان باش هكا نسد باش منين ندخلها الفران ما تحلش ليا نهائيا. راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه البنات، كيف كتشوفوا راه سهله، غير باليديدات ديالكم راه كتسدوهم. بغيتو ديروا حتى في الفرشيطه هكا باش تجيكم واحد التزيين، راه حتى هي كتجي مزيانه. انا هنا كنعاود مره وجوج حتى كنتاكد ان العجينه ديالي راها تسدات، باش كيف ما قلت لكم ملي كتدخل طيب، ملي كتبدا كتنفخ ما كتحلش نهائيا. صافي وهنا كنبدا كندعك فيها، راه ما شاء الله يعني العجينه ناجحه 100%. وهنايا غادي نوجد باش غادي ندهنها البنات. بالنسبه للدهن كندهنوها بصفار بيضه. بالنسبه للبنات البيض رانا نسيت ما قلتوش لكم، رانا زدتو في العجينه، عقلوا عليها البنات. ضروري كنزيدو فيها بيض ديال البيض، حيت غادي نزيد فيها بيض البيضه، والصفر هو اللي غادي ندهن به من الفوق مع شويه ديال الحليب، باش هكا كيعطي هذاك اللون الذهبي. بغيتو تعتمدوها غير بصفر بيضه راه حتى هي كتجي مزيانه. صافي والتزيين البنات كيبقى لكم اختياري، بغيتو تخليوها غير بدهونة بصفر ديال البيض، بغيتو ديروا عليها جنجلان، بغيتو ديروا عليها سانوج، راه اي حاجه درتوها راه كتعطي واحد التغيير. كاينين الناس اللي ما كيبغوش هكا زنجلان ولا كيبغيوها غير هكاك يعني لون واحد، راه كتكتفيو بصفر ديال البيضه شويه ديال الحليب، يا اما كيديروا صفر بيضه وشويه ديال الخل، شي حاجه اللي باينه. صافي هنايا غادي نبدا كندهن بها الوجه ديالها، راه حتى الحليب البنات كيزيد يطريها، يعني ما عندكم مناش تخافوا. كنحاول انني ندهنها كامله باش ما تبقى ليا حتى شي جهه يعني ما فيهاش، ونتاكد من انها راه كلشي مدهون. صافي ومن بعد غادي نحاول نفرقها هكا بحال غير نفرقها البنات، ما تقطعوهاش باش ما تضيعش لكم العجينه. المهم نتوما كلشي غادي تشوفوه قدامكم. كيف كنقول لكم انا راه كنبارطاجي معكم كل شيء، ما كنحب نقطع من الفيديو حتى شي حاجه، باش كل شيء تشوفوه ايطاب باغ ايطاب وتعرفوا الطريقه من ا حتى زد. ما تعجبنيش البنات نقطع، ولا مثلا من غير الا كان شي حاجه على حسب التصوير اللي كتكون يعني شي حاجه خارجه على يعني الاراده ديالي. بعض المرات كنكون كنصور شي حاجه حتى كنلقى انها ما كتصورش، راه يا اما كنكمل وكنشرح لكم، يا اما ما كنحطش لا فيديو حتى نحطها كامله. انا هذه هي الطريقه ديالتي يا البنات، كنبغي نشارك معكم كل شيء، ما كنبغيش نقطع لا فيديو نهائيا نهائيا، باش تكون هكا المصداقية في الفيديوهات ديالي. صافي هنايا كنحاول انني نوزع صفار ديال البيض ديالي مع الحليب باش حتى حاجه ما كتضيع. راه ما تخافوش منها، ما عندكم يعني داك شويه ديال الحليب والبيض الا بقى غير وزعوه من الفوق، راه حتى حاجه ما غادي تاثر على العجينه. صافي المهم هنايا كنت بغيت نخدم بيديا زعما نقادها، ساعه ما نجحت ليش الطريقه. فهنايا غادي نقسم بالموس كيف كتشوفوا، غير كنحط
كنحط وكنهز، ما كندخلش الموس نيشان في العجينة، يعني غير هكا باش كياخد ليا داك كتاخد ليا داك الشكل صافي. وغادي نكمل معاكم. سمحوا لي البنات، عرفتي راه كندير لكم هاد لا فيديو انا ميته بالنعاس باش تعرفوا، يعني قلت ضروري خاصنا نحطو فغير سمحوا لي وصافي. صافي هنايا كنقطعها على حساب الشكل هكا، كيجي شكل زوين وعطي واحد المنظر زوين البنات. راه حتى المنظر راه كيخلي ان العين آه كيف تنقولوا العين العين كتشبع. يعني ملي كتشوفي واحد الحاجة اللي زوينة راه كتشهيك. يعني راه العين راه هي اللي كتجذب. راه تقدر بعض المرات الحاجة تكون مثلا المذاق ديالها عادي، ولكن الطريقة باش طيبة ولا باش مزينة هي اللي كتخليك انك تاخديها ولا تشريها. فضروري البنات من تزيين، وكيف تنقولكم تزيين اختياري. صافي هنايا اكتفيت، وهنايا غادي نبدا كندير. انا درت هنا البنات سانوج وجنجلان. كيف ما قلت لكم تقدروا تعتمدوا اي حاجه، سواء اي حاجه وحده راه حتى هي كتبدل المنظر، سواء جنجلان الابيض ولا جنجلان اصفر، راه كلهم كيجيو زوينين بحال هاد الوصفه. المهم في هاد الوقت البنات راني حاط الفرن ديالي راه كيسخن ليا على درجه ديال 200. حاولوا انكم اللي عندها الفران كيسخن مزيان تبقى دير غير على 180، اللي عندها غير قليل دير على 200. وصافي هذا ما كان البنات. انا راه تنديرو يسخن غير شويه ماشي بزاف. من بعد غادي ندخلها دابا الفران ونرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. كيف كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الفطيره ديالتنا اللي معمره. هنايا حيدتها من المول وراه كتجي ناجحه ما شاء الله 100%. شوفوا البنات العجينه كنحاول نبين لكم كل شيء وما جاتش غليظه بزاف. راه غير تبعوا المقادير اللي عطيتكم، حيت راه الا مشيتو تكثرتوا العجينه راه غتجي منفوخه وغتحسوا انكم كتاكلوا غير الخبز. والطريقه ديال العجينه البنات راه زوينه زوينه زوينه، غير اعتمدوها وخذوها بالصحه والراحه. انا غنحاول انني نقطع لكم من الفطيره اللي جات غزاله كتشهي كتشهي البنات، وعجبت العائله ديالي وانا فرحانه الحمد لله. يعني كيف تنقول لكم انا ملي كندير واحد الحاجه كنديرها بحب، وملي كتعجبهم كنزيد نفرح. علاش؟ حيت كنبغي الحاجه نديرها زوينه، والناس اللي عزازين عليا كنبغي نعطيهم شي حاجه اللي زوينه. فهنايا كنحاول انني نقطعو. كيف كتشوفوا راه الفرماج ما شاء الله كيعطي حتى هي واحد الطعم اللي زوين، واحد المذاق اللي زوين. انا كنحاول انني نقطعها مزيان البنات. كيف كتشوفوا هانتوما غزاله 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 البنات كتشهي كتشهي. عرفتي غير سمحوا لي اللي كتوحم ومكرهتش عرفتي كلكم تكونوا معايا ونطيبها لكم. عرفتي كتجي ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا البنات العجينه راها خفيفه، يعني هذاك راه غير الحشوه والحشوه ديالتها والفرماج. عرفتي شوفوا كتجي بحال البونج بونج البنات، والله زوينه زوينه زوينه. يعني ما نقولش لكم يعني كتشهي. صافي هنايا غادي كنحاول نوريكم كتجي مورقمه مدقصه ما حتى شي حاجه، طايبه على حقها وطريقها. بشي حاجه اللي بسيطه. كيف تنقول لكم راه غير البساطه اي احسن حاجه. غير داكشي اللي عندكم، اهم حاجه هي تكون يعني تكون عندك داكشي هو هذا.